يا صباح الفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات للفيديو ده، واعتذر جدا عن تاخيري في تنزيل الفيديوهات، بس اوعدكم ان شاء الله الفتره اللي جايه هنزل فيديوهات على طول يعني هبهركم. هنعمل النهارده ايه؟ هنعمل مع بعض البيكابين، وصفه كده هتاخد قلبك في حته تانية. هتاكليه حاف اصلا، يعني هو ممكن تحشيه اي حاجه، ممكن تفطري بيه مع الجبن مع اي حاجه، بس هو من حلاوته هتاكليه حاف. معانا هنا كيلو دقيق، بس كيلو دقيق، ولازم يكون نوع حلو. انا بستخدم دقيق الضحى. ومعانا هنا خميره فوريه او خميره من المخبز. دي الخميره دي انا جايباها من الفرن بتاع الفينو. حابه تستبدليها بخميره فوريه براحتك خالص. معانا معلقه سكر جنبها، ودي معلقه بيكنج باودر. ضروري جدا في الوصفه دي بتاعتنا لازم بيكنج باودر. ومعانا هنا دي ذره ملح. اوكي. وكمان معانا كمية اللبن اللي هنعوزها هنا في الوصفة بتاعتنا هي عبارة عن نص كيلو، بس انا حاطة حبة في الطبق ده بحيث ان انا ادوب فيها الخميرة. بصوا انا بقول لكم ان الكمية دي كده على بعض هي عبارة عن نص كيلو بس. انتي طبعا علشان بقى معيارك يكون صح، انتي تقولي للبان اديني نص كيلو لبن. ومعانا هنا كوباية سمنة. الكوباية اللي انتوا شايفينها دي كوباية العصير العادية. دي كده بمقدار 250 جرام سمنة بلدي. لازم يا بنات تكون سمنة بلدي علشان بتفرق جدا في المذاق. حابة الموضوع يبقى خفيف شوية وفي عندك مشاكل في الكوليسترول، ممكن تقسمي الكمية لنص سمنة ونص زيت. اوكي، بس يكون برضو زيت فاتح وطعمه حلو كده وريحته حلوة. هنبتدي نضيف المكونات الجافة على بعض، اللي هي ده كده حطيت البيكنج باودر على الدقيق بتاعي. قلنا الدقيق هو كيلو. انا كده كده هنزل لكم المقادير دلوقتي على الشاشه حالا علشان ما تتوهش منكم اي حاجه، والوصفه بالنسبه لكم تبقى سهله. وحطينا هنا رشه الملح. صلنا على سيدنا محمد وصلى على الرسول، يلا عليه افضل الصلاه وازكى السلام. وهنبتدي ندوب الخميره بتاعتنا مع معلقه السكر. طبعا اللبن لازم يكون دافي علشان يساعد على تفاعل الخميرة. دافي يا بنات، اوعي تغليه، لان لو غليتيه هيبوظ الخميرة بتاعتك ومش هتخلي العجينة بتاعتك تنفش كده وتبقى حلوة في العمايل بتاعتك. هبتدي هنا ادوب الخميرة بتاعتي. بصوا بقى يا حلوين، هنا خلاص الدقيق بتاعي حطيت عليه البيكنج باودر وذرة الملح. هبتدي انزل عليه بالسمنة البلدي واحدة واحدة كده. وهنبتدي بقى فيما لا يقل كده عن 5 دقايق 10 دقايق، زي ما الموضوع هياخد منك وقت. بس لازم كل ذرة في الملح تشرب حتة السمنة او كوباية السمنة دي، تتغلغل كل كمية الدقيق اللي عندنا. لازم يبقى الموضوع ده عندك رمل كده علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات في العجينة معاكي. اوكي. نزلتلك برضو هنا بالمقادير على الشاشة علشان لو حابة تاخديها سكرين شوت تسهل عليك الموضوع خالص. وما يبقاش معاكي اي حاجة تايهة في المقادير، ومقادير بالسنتي وبالملي هتطلع معاكي نتيجة زي ما شفتيها كده في بداية الفيديو. قد ايه هش وجميل وكله منتفخ كده. وهتشوفيه دلوقتي كمان معايا هو في الفرن وهو بيرتفع كده. حاجة في منتهى الجمال والطعم بقى ولا اروع من كده. ان شاء الله هتعجبك. والوصفة بإذن الله اما تجربيها تيجي تدعيلي. زي ما انت شايفة كده، بتبتدي بقى تعملي كمية الدقيق كلها بتأني. الموضوع ده مش عايز استعجال خالص، علشان بعد الشر العجينة ما تكلكعش معاكي لما تيجي تحطي عليها اللبن. يبقى عندنا مكونات تاني زي ما انت شايفاها اهي. كيلو دقيق، بس يفضل يكون دقيق الضحى. والخميرة بتاعتنا انا ركنتها على جنب علشان اختبرها. سواء جبتي دي او جبتي الخميرة الفورية لازم تختبريها عشان العجينة بتاعتك ما تفشلش تحت اي ظرف. انا لقيتها كده عامله رغاوي، يبقى هي كده الخميره بتاعتي تمام. ابتديت انزل بكميه اللبن معايا تكون دافيه يا بنات علشان يخلي الخميره معايا تتفاعل. وابتديت اعجن فيما لا يقل عن ربع ساعه تلت ساعه. هو اليوم ده بقى تفضي نفسك فيه
وتطلعي بقى الكبت والطاقة السلبية وكل حاجة مضايقاكي في حياتك في العجين ده. بصوا انا يعني انا مسرعة الفيديو، انا لو جبته لكم بالوقت بتاعه الطبيعي هتشوفوا انا قعدت اعجن قد ايه. اطلع بقى كل غلبي فيه كده. شايفة العجينة معاكي لازم تبقى ملمسها حلو كده، ومبقاش فيه اي تكتلات في العجينة ولا فيه اي كلكعة للدقيق، علشان تديكي نتيجة بيرفكت 100%. ده طبعا بعد ما قعدت اعجن بتاع ربع ساعة ولا تلت ساعة لما نفسي اتقطع. وسبتها بقى كمان تخمر نص ساعة. لو انت في الشتاء هتسيبيها ساعة، انا الجو كان حر، شتاء وكل حاجة، بس الجو كان حر عندي. يا دوبك هي نص ساعة وخمرت. هتبتدي تكوريها كده، وبرضه هتخمر مرة كمان، وبعد كده تشتغلي فيها. وتابع معايا الفيديو للاخر عشان تشوفي هعمل ايه. في تكات معينة كده لازم تتعمل علشان العجينة ترتفع معاكي وهي في الفرن. مش اي عجينة كده تعمليها وتحطيها في الفرن باي طريقة، لا. تابع معايا الفيديو للاخر علشان تشوفي انا هعمل ايه. انا هنا بقى هغطيها وهبتدي هسيبها شوية ترتاح كده بتاع 10 دقايق، مش اكتر من كده. انا بس عايزة العجينة بتاعتي ترتاح شوية. زي ما انت شايفة كده انا كورت كله بكميات متساوية. حاولي تخلي ايدك ميزانك، بمعنى ان توزني كده الحاجة بعينك. شايفة انا ما استخدمتش اي ميزان ولا اي حاجة، انا بايدي كده. وحاولت ايه اشوف الكمية تبقى زي بعض ازاي. وهتجيبي النشابة بتاعتك، وابقي رشي حبة دقيق على الترابيزة وانتي بتشتغلي. انا علشان واثقة انها مش هتلزق فما رشتش. انتي بقى رشي. اوكي. وهنبتدي لما نيجي نرصهم، هترصيهم في مكان طبعا مش الكمية هتبقى كبيرة. فانتي ما عندكيش مكان، هتجيبي صينية وترشيها دقيق وتبتدي ترصي عليها وتغطي على طول. اللي هتفرديه بالنشابة بتاعتك تغطيه على طول بقماشة نظيفة. وتبتدي تحطي بقى الكميات كلها فوق بعض. انا هنا رصيتهم. ابتديت افرد واحده واحده مع بعض كده زي ما انت شايفه. وهنا خلاص بقى الكميه كلها خلصت وفردتها. ابتديت احطها بقى في صينيه مرشوش عليها دقيق، وغطيتهم كلهم فوق بعض وسبتهم يرتاحوا كمان معايا ربع ساعه او نص ساعه. اهم حاجه في موضوع انها تنتفخ وترفع معاكي في الفرن، انها تتخمر على 3 مرات. على كام يا بنات؟ على 3 مرات. مرة أولانية لما عجننا العجين، مرة تانية لما كورنا العجين، مرة تالتة لما فردنا العجين. هي دي خطوات النجاح. هتجيبي بقى الفرن بتاعك لازم يكون سخن مولع نار. تبتدي بقى ترصي العيش بتاعك في الصواني وتحطيهم كده. وزي ما انت شايفه الصينيه اللي فوق دي كنت لسه حطاها. ما شاء الله اول ما بيتحط على طول بينتفخ على طول، لان الفرن مولع قبل ما ابتدي احط فيه الصواني. وزي ما انت شايفه الجمال و... واتمنى تكون الوصفه تكون نالت اعجابكم، ويا رب كل اللي يجربها تبقى جميله معاه كده. واشوفكم في وصفه جديده وفي اكله جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.